لما تروح تركيا هتلاقي ان الشاي هو المشروب الوطني عند الاتراك. اول حاجة بتيجي في دماغنا لما نسمع كلمة تركيا هي القهوة التركية، صح؟ بس الغريب ان القهوة مش المشروب الاول هناك، الشاي هو البطل الحقيقي. مفيش بيت في تركيا الا وفيه ابريق شاي دايما شغال، ومفيش وقت معين ليه، يعني تقدر تشربه من اول الفطار لحد قبل النوم، مش زي انجلترا كده مثلا اللي عندهم وقت مخصوص لتناول الشاي. من اغرب الحاجات اللي هتقابلك هناك بودنج صدور الدجاج. لو بنتكلم عن الحاجات الغريبة اللي بتميز تركيا لازم نذكر الحلوى دي. تخيل انهم بيعملوا بودنج من صدور الفراخ المسلوقة مع اللبن والسكر والفانيليا، وبيشربوا عليه شوية قرفة. الطعم غريب في الأول، بس أول لما تدوقها هتعشقها، وبيقدموها غالبا مع الشاي أو القهوة. الزبادي عنصر أساسي هناك في كل أكلة. المطبخ التركي بيعتمد جدا على الزبادي اللي بعض الناس بتسميه الرايب. ممكن يتقدم هناك كطبق جانبي، سواء بارد بالخيار أو بالأعشاب، أو حتى بيحطوه جوه الشوربة. وكمان بيتحول هناك لحلوى لما بيضيفوا عليه فاكهة وسكر. وفي كمان مشروب مشهور جدا اسمه العيران، وهو عبارة عن زبادي مخفف بالمية ومضاف ليه رشة ملح، وده مشروب منعش جدا ومحبوب في بلاد كتير. لازم تعرف وانت رايح تركيا ان البلد دي موجودة على قارتين. ايوه، تركيا بتقع بين قارتين اسيا واوروبا، يعني تقدر تعدي ما بين اسيا واوروبا وانت راكب قارب صغير، وده لما تمر من مضيق البوسفور، او حتى تعدي فوق الجسر المعلق المعروف هناك دلوقتي باسم جسر شهداء 15 يوليو. وتخيل انك ممكن تعدي بين القارتين في 3 دقايق بس. من اغرب الحاجات اللي بتطلق على تركيا ان هي بلد القطط. اكتر حاجة بتلفت نظر السياح ان القطط هناك في كل مكان، في الشوارع والمطاعم، على الكراسي، وحتى على الارصفة، ماشيين بكل حرية. الاتراك بيحبوا القطط جدا وبيعتبروها جزء من حياتهم اليومية، فلو انت بتخاف من القطط فتركيا ممكن تبقى مش مكانك المفضل. من الحاجات المشهورة في تركيا مرحاض الكرفساء. رغم ان النوع ده من الحمامات اختفى في بلاد كتير، لكن لسه موجود جدا في تركيا، خصوصا في الاماكن القديمة او اللي لسه متمسكة بالعادات. بعض الناس شايفاه انضف واصح، وناس تانية مش متعودة عليه خالص وبيعتبروه صعب في الاستخدام. لما تروح تركيا هتلاقي الحمام التركي مشهور هناك. الحمامات التركية من أقدم وأشهر العادات اللي لسه محتفظين بيها لحد دلوقتي، ودي تجربة لازم تعملها لو رحت هناك. مش بس تنظيف الجسم وتدليك زي الساونا، لا كمان المكان كله معمول على الطراز العثماني القديم، كأنك رجعت بالعصور التاريخية وعايش جوه الممالك والسلاطين.